ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل بيتي فور بطريقه حلوه قوي ولذيذه، وهقولك كمان لو عايزاه ده يبقى او مقرمش تعملي ايه هتلاقيه في نص الفيديو. وبجد حلوه قوي. واتمنى بقى قبل ما نبدا تنسيش تشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت، عاوزين نوصل 1000 مشترك قريب ان شاء الله. يلا بينا نبدا على المقادير على طول. وعايزه اقولك طعمه حلو حلو وهيعجبك قوي. اول حاجه معانا بقى هنجيب البوله بتاعتنا، نحط فيها كوبايتين من الزبده بتاعتنا تكون طريه وساقعه في نفس الوقت، لا تكون سايحه ولا تكون مجمده، لا تكون ساقعه وماسكه نفسها كده طريه. وعليها كوبايه من السكر البودر، ويفضل ان انت تنخليه، وهقلبهم كويس مع بعض عشان خاطر لو انت ضربتي السكر بالمضرب الكهربائي على طول هتلاقي السكر طار كده في وشك وفي حواليك وبهدل الدنيا. فانا بقلبه كويس قوي مع بعض مع الزبده. عايزه اقولك ان انت لو استعملتي سمنه هي هتنفع، بس هتحسي ان انت بتاكلي بسكوت مش بيتي فور. هجيب بقى المضرب الكهربائي واضرب الزبده مع السكر البودر 5 دقايق كده لحد ما تلاقي القوام بقى هش كده وعمل قلب على كريم شانتيه، وكمان اللون بتاعه فتح بقى ابيض كده والقوام بقى كريمي. بفضل اقلبه كده كويس 5 دقايق، وتقعدي تنزلي في الجوانب عشان يتضرب كله كويس. وبعد ما اضربه بقى كويس جدا والاقي بقى ابيض وهش وكده، هجيب بيضايه بدرجه حراره الغرفه وعليها باكت من الفانيلا وذره من الملح. هقولك بقى لو عايزاه دايب استعملي صفار بيض بس، اما لو عايزاه مقرمش سنه دايب ومقرمش في نفس الوقت استعملي البيضايه كامله البياض مع الصفار. لو عايزاه دايب بس حطي صفار بس. بعد كده هكون مجهزه 4 كوبايات من الدقيق، هنخل الكوبايات مع بعض. يبقى احنا كده استعملنا ايه؟ كوبايتين من الزبده عليها كوبايه من السكر البودر، ضربتهم كويس مع بعض. حطيت بيضايه كامله عليها باكت من الفانيلا ورشه من الملح، وضربتهم كويس قوي مع بعض مع الزبده والسكر لحد ما القوام تماسك كده، يعني كله دخل في بعضه والبيض اندمج مع الزبده والسكر. بعد كده بقى بنزل بالدقيق اللي معانا 4 كوبايات، يبقى كوبايتين زبده كوبايه من السكر 4 كوبايات دقيق رشه من الملح باكت من الفانيلا بيضايه. اول ما تنزلي الدقيق بقى قلبي بالسباتشولا كده عشان السمنه تمسك في الدقيق. واحنا بنقلب بالراحه مش بنعجن، بنلم المكونات مع بعض بس بحيث ان كله يتجانس مع بعض. بنفضل نقلب بالراحه كده ومش بنعجن، نعمل العجينه بالراحه كده لحد ما نلمها كلها مع بعض. وبايدك التانية اللي انت مش بتستعمليها حطيها على العجينه، لقيتيها مش بتلزق في ايدك يبقى كده القوام تمام ومظبوط. بعد كده بقى بتجيبي الصينيه مش بتحطي فيها اي ماده دهنيه، كفايه الزبده اللي احنا حاطينها في العجينه. بنجيب الصينيه بقى ونحط فيها البيتي فور بالشكل اللي احنا عايزينه بقى، طويل ورده بقلب، عندك الماكينه براحتك. بتحطيها بقى وعلى فرن سخن بيكون مولعاه من قبلها، بتاخد معاكي ربع ساعه وبتطلعيه. عايزه اقولك هش جدا وطعمه حلو قوي. ولما تطلعيه من النار ما تشيليهاش ولا تيجي يمتها الا لما تبرد، عشان انت لو جيتي تشيليها وهي سخنه هتلاقيها فرولت معاكي طبعا. اول ما تطلعيها من النار سيبيها خالص لحد ما تهدى، وبعد كده شيليها بقى وزينيها باي حاجه انت عايزاها. ممكن تكوني مجهزه الشوكولاته التارجتيه اللي هي السوداء او البيضه وزينيها، عندك فرماسيه عندك بقى بالتزيين براحتك بقى، وممكن تاكليها كده. طعمها حلو وخفيفه ولذيذه وهتعجبك قوي، جربيها. وما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتعملي لايك وكومنت، وان شاء الله نتقابل في وصفه جديده ان شاء الله قريب. باي باي.